وأنا بشكل معاكم فطاير وردة الجوري. هقلكم على بدائل عبقرية في المطبخ، بدائل فعلا محدش هيقولك عليها، بس هتسهل عليك الطبخ وتوفر عليك كتير. أول بديل معانا، بدل كريمة الطبخ ولا تشيلي هم، جيبي علبة قشطة خففيها بشوية حليب سايل وهتديكي نفس القوام والطعم الكريمي اللي بتحبيه. وده حل سهل وسريع لما الكريمة تكون ناقصة أو غالية. وبدل الزبادي في التتبيلات، لو خلص منك الزبادي فجأة، اخلطي كوباية حليب مع معلقة صغيرة خل أو عصرة ليمونة وسيبيهم دقايق لحد ما يتقلوا، هيبقى شبه الزبادي بالظبط. والنتيجة فراخ طرية وطعم خطير. والناس اللي بتنسى الفانيليا في الكيك، ولا يهمك، نقطتين خل أبيض كفاية يشيلوا الزفارة من البيض، وفي نفس الوقت مش هيبان طعمه في الكيكة، والريحة تحفة. طيب لو عايزة كريمة حامضة، اعملي ميكس حلو بين علبة زبادي ونص علبة قشطة، وده هيديكي نفس طعم الكريمة الحامضة اللي بتتباع غالية بره. وبديل كريمة الخفق سهلة وبسيطة، ظرف كريم شانتيه مع حليب ساقع، اضربيهم سوا وادعيلي على القوام الكريمي الخفيف، ينفع للتزيين أو الحشوات. البدايل دي مش بس هتوفر عليكي، دي كمان هتخليكي جاهزة لأي موقف في المطبخ من غير ما ترجعي تنزلي سوبر ماركت. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان غيرك يستفيد، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه البديل اللي جربتيه قبل كده وفعلا أنقذك.